من القراءات. نعم. من الممكن أن يا ترى نأخذ فكرة عن هذه القراءات السبع، وإذا كان بالإمكان أيضا أمثلة عليها بصوتكم. ما فيش مانع. هي القراءات السبع، القراء السبعة يعني. نعم. اللي هم متواترين من أيام الرسول. نعم. نافع المدني. نافع المدني. وابن كثير المكي. نعم. وأبو عمرو البصري. نعم. وابن عامر الشامي. نعم. وعاصم وحمزة والكسائي من الكوفة. نعم. فكل القراء دول السبعة روين عنهم كل قارئ روين عنه 2. أيوه. فنافع المدني ده راوي عنه قالون وورش. نعم. وابن كثير المكي راوين عنه 2، البزي وقنبل. قنبل. نعم. نعم. وأبو عمرو البصري روين عنه 2، نعم. الدوري والسوسي. وابن عامر الشامي روين عنه 2، هشام وابن ذكوان. أيوه. وعاصم روين عنه 2، شعبة وحفص. أيوه. وحمزة روين عنه 2، خلف وخلاد. والكسائي روين عنه 2، أبو الحارث وحفص الدوري. أيوه. فالرواه دول ليهم يعني قراءات متعددة ومختلفة. أيوه. تختلف، وفي بعض القراء يعني يتفقوا في بعض الرواية. أيوه. مثلا زي المد المنفصل يا أيها الذين آمنوا. نعم. فيه اللي مد 2، أيوه. وفيه اللي مد 4 حركات، وفيه اللي مد 6 حركات. نقدر ناخذ مثل كذا ولو تكرمت؟ مثلا يعني زي قراءة قالون. نعم. يعني عاوزها على طول ولا بالتجويد؟ بالتجويد لو تكرمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية حفص. نعم. وفي أغلب القراء يعني بيتفقوا معاه فيها. أيوة. أو أغلب الرواة. نعم. الرواية الثانية اللي هجيبها بقى برواية أخرى. أيوة. هي رواية ورش. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.